فرحت فوجئت ان هو بيكلمني ان هو عايز الشناوي وعلي جبر يروحوا النادي الاهلي. طعنه دي كانت طعنه بالنسبه لي. مين اللي قال لك المعلومه دي؟ المستشار تركي قال لي كده. قال لك كده؟ قال لي قال كده. لك ايه؟ وساعتها عمرو اديب كان قاعد انا فاكر وقعد يقول لي احمد يعني ما توديه مشكله. لا واحده واحده. ان المستشار تركي آل الشيخ بيقول لك انا عايز احمد الشناوي وعلي جبر من الزمالك اخدهم اوديهم الاهلي. ايوه المستشار تركي قال لك كده؟ قال لي كده. حتى امين مرتضى ده فيس تو فيس ولا في التليفون ولا؟ لا فيس تو فيس في قاعده. لا والله كان قاعد فيها 20 بني ادم. والاستاذ عمرو اديب كان قاعد. استاذ عمرو اديب كان قاعد الزملكاوي الكبير. اقسم بالله. قال لك ايه المشكله؟ انا خد بالك بحبه مش وانا بحب اموت فيه. قال لك ايه المشكله؟ قال لي عادي. هو كان في شرط جزائي. والله العظيم مش عارف بعد الحلقه دي. قال لي في شرط جزائي في عقد الشناوي ب 600,000 يورو. قال لي كده بالظبط. قال لي عشان خاطر مرتضى منصور انا هخليهم 1,200,000 يورو. هضاعف الشرط الجزائي خلاص. قلت له يا فندم طب نتفاوض. قال لي بقى هو وانه يروح مباشر من الزمالك للاهلي. يا خرابي. قلت له طب كلمت الوالد ساعتها. ايوه. الوالد قال لي يعني اللعيب قعد معاهم. قلت له حضرتك. قلت للمستشار يعني الشناوي موافق. ما هو اللعيب عندي ما انا اتصدمت. قال لي موافق. المهم المستشار مرتضى قال لي طب خلي الشناوي يكتب رغبه انه يرغب للانتقال للنادي الاهلي. هو يحب بقى ايه يثبت المواقف. وقال لي تعالى انتوا خلاص. رجعنا ما عادش كتب. لا هو بقى مرتضى حط اللعيب يخاف. بالظبط.